اللي في النعش ده ريحته وحشة، هدومه ما اتغسلتش من سنين لدرجة إنها نشفت عليه وبقيت زي الخشب. الراجل اللي جوه النعش ده ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، لو اديت له ورقة وقلم مش هيعرف يرسم حتى اسمه. طيب إزاي واحد بالمنظر ده لما يموت يقف في جنازته صف أول من ضباط الشرطة؟ إزاي يمشي ورا نعشه 3 من أكبر أساقفة الكنيسة؟ إزاي موكبه يهز دير بحاله ويتحول لحدث تاريخي؟ الجنازة دي مش راكبة على صاحبها. المشهد ده في حاجة غلط، حاجة مش منطقية. هو ده اللغز، ودي حكاية أبونا أيوب المحرقي، الراهب اللي عاش ومات وهو السر الأعظم في زمنه. يا جماعة بصوا بقى، الحتة دي مش مجرد حكاية بتتحكي، دي تسجيل تاريخي عن قديس حقيقي بس كل التفاصيل الشيقة والغريبة بتاعت الحكاية دي وصلت لنا عن طريق شهادة حية سجلها التاريخ عن قديس أبونا القمص دانيال المحرقي، اللي كان شاهد عيان على كتير من مواقف الراهب اللغز. الحكاية بتبدأ مع شاب بسيط اسمه زاهر، شغال ترزي على قد حاله، بيخيط للناس هدومها. محدش كان يتخيل إن زاهر ده هيسيب إبرته وخيطه ويدخل الدير ويتحول لواحد من أكتر الشخصيات المحيرة في تاريخ الرهبنة. قضى أبونا أيوب في الدير 42 سنة. تخيل الرقم، 42 سنة راهب، بس راهب مش زي أي راهب. في ال 42 سنة دول ما حفظش ولا مزمور واحد من صلوات الأجبية، ما كانش بيعرف يفك الخط. في مرة رئيس الكنيسة في الدير أبونا القمص شنودة كان عايز يكرمه، فقال له: يا أبونا أيوب صلي لنا إنجيل الساعة 9. الإنجيل ده بيبدأ بآية: لما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا. أبونا أيوب بص لأبونا شنودة بمنتهى البراءة والعفوية وقال له: هو أنا عارف يا أبونا هما رجعوا ولا ما رجعوش؟ ممكن ناس تشوف ده جهل، لكن اللي كانوا عايشين معاه كانوا شايفين حاجة تانية خالص. كانوا شايفين واحد وصل لدرجة من السلام الداخلي، لدرجة إنه مش محتاج يقرأ عن السلام عشان يعيشه. قلبه كان مليان هدوء وفرحة بطريقة تخلي أكتر واحد متعلم في الدير يغير منه. لكن اللغز الحقيقي ما كانش في بساطته دي وبس، اللغز كان في طريقة حياته اللي بتكسر كل قوانين الطبيعة. قليته يعني أوضته في الدير كانت دايما مفتوحة، بابها وشبابيكها عمرهم ما اتقفلوا، لا في عز برد الشتاء القارس ولا في حر الصيف اللي بياكل الحجر. والغريبة والعجيبة إن الراجل ده عمره ما جاله نزلة برد، عمره ما اشتكى من أي مرض، عمره ما راح لدكتور ولا بلع حباية دواء واحدة طول 42 سنة. هو عاش في الرهبنة 42 سنة، ما كانش متعلم خالص، ما يعرفش يقرأ ولا يكتب. ومن الحياة العجيبة والغريبة إزاي عاش في الرهبنة المدة دي كلها وهو فرحان وسعيد ومبسوط، عمره ما شفناه مكشر ولا هو عاش في الرهبنة 42 سنة، ما كانش متعلم خالص، ما يعرفش يقرأ ولا يكتب. ومن الحياة العجيبة والغريبة إزاي عاش في الرهبنة المدة دي كلها وهو فرحان وسعيد ومبسوط، عمره ما شفناه مكشر ولا. والأغرب من ده كله هدومه، كان عايش بجلابية واحدة بس، جلابية واحدة طول عشرات السنين، عمره ما غيرها ولا فكر يغسلها. الجلابية دي من كتر التراب والعرق بقت تقيلة وناشفة، بقت عاملة زي الدرع. احنا اللي بنغير هدومنا كل يوم ولو جت عليها نقطة مية بنبقى قرفانين، وهو كان عايش بجلابية واحدة وشايف ان ده العادي. نومه كان حكاية لوحده، عمره ما فرد جسمه على السرير زي بقية البشر. كان بينام وهو قاعد على كرسي خشب، يدوب يغفل دقايق ويرجع يقوم. كان هو المسؤول عن جرس الدير، فكانت حياته مرتبطة بالصلوات. يصحى في عز الليل يدق جرس صلاة نصف الليل ويستنى الرهبان يخلصوا صلاة بالساعات،
وبعدها يقوم يدق الجرس التاني بتاع القداس. بعد ما يخلص مهمته دي كان بيروح لمنطقة في الدير اسمها المربع، وينام على دكة خشب لمدة ساعة بالظبط، ساعة واحدة بس، لحد ما الشمس تطلع وتضرب في وشه، فيقوم كأنه نايم 8 ساعات. في حياته دي ما كانش بيمتلك أي شيء على الإطلاق، ولا مليم ولا هدوم زيادة ولا أي حاجة. ولما كان بيجوع كان بيعمل حاجة غريبة، يروح يخبط على باب قلاية راهب يعرفه ويقول له بمنتهى البساطة: أنا جعان، عايز آكل. فالراهب يديله أكل، وهو ياخد لقمة أو لقمتين على قد جوعه بالظبط، ويقول له كفاية كده ويرجع. كان متعود كل يوم بعد القداس ياخد قربانة واحدة سخنة ياكلها، والقربانة دي كانت بتفضل سنداه طوله لساعات وساعات. طيب إيه سر الراجل ده؟ هل هو مجرد راجل بسيط لأ، هنا بقى بيبدأ اللغز يكشف عن نفسه. ورا كل البساطة دي كان في عمق روحي محدش بيشوفه إلا بالصدفة. في مرة في أيام الصوم الكبير والناس كلها صايمة ومجهدة، واحد من الرهبان عدى من جنب قلاية أبونا أيوب، فسمعه بيتكلم مع حد جوه. بص من الشباك المفتوح لقى أبونا أيوب لوحده، وشه بينور زي الشمس، وعمال يلاعب السامرية اللي في الإنجيل كأنها واقفة قدامه، وبيقول لها بفرح الطفل: يا سامرية يا سمرمرة. كان في عالم تاني خالص، عالم كله فرحة ونور. يعني من ضمن المواقف اللطيفة، كنا في حد السامرية في الصوم الكبير، فهو فاهم ان في صوم كبير وان في حد سامرية، بس هو مش حافظ اي حاجة يقولها للسامرية. فانا كنت بتمشى وكان جليته ما بتتقفلش خالص، ودي هنقولها دلوقتي. بتمشى وشايفه واقف في جليته، واقف متهلل جدا وبكل مشاعره: يا سامرية يا سمرمورة يا سمرمر. وشه منور بطريقة غير عادية، وزي ما يكون فعلا شايفها قدامه بيكلمها. يعني شوف البساطة، وفي نفس الوقت فاهم ان في صيام كبير وفي حد سامرية. ولما جت آخر أيام حياته بدأ يحس بمغص رهيب في بطنه، وبطنه انتفخت بشكل ملحوظ. راح لقلايته وهو بيتلوى من الألم. الرهبان جريوا عليه وقدموا له شوية ينسون سخن، لكنه من كتر التعب ما قدرش حتى يرفع إيده ياخدهم، وفضل على الحال ده، جسده بيتألم. لكن العجيب إن وشه كان لسه منور وبيشاع نور، كأنه شايف حاجة جميلة مستنياه، لحد ما روحه طلعت بهدوء. وهنا نرجع لمشهد البداية، مشهد الجنازة المهيبة يوم 20 يونيو 1979. الضباط والأساقفة والرهبان وآلاف الناس، كل دول ما كانوش ماشيين في جنازة راهب جاهل وفقير، دول كانوا ماشيين في زفة سماوية لواحد عرف السر، واحد فهم إن القداسة مش بالكتب ولا بالرتب، القداسة في قلب بسيط بيحب ربنا بس. أبونا أيوب المحرقي عاش لغز ومات وهو واخد سره معاه، ساب وراه سؤال واحد بس: إيه اللي يخلي راهب أمي بسيط تكون ليه كرامة زي دي؟ والإجابة يمكن تكون إنه علمنا درس، إن ربنا مش بيبص للي في عقولنا ولا في جيوبنا، ربنا بيبص اللي في قلوبنا. في النهاية الجلابية التقيلة المتوسخة دي اترمت في حفرة في الأرض، لكن النور اللي كان في وشه محدش قدر يدفنه. الراجل اللي عاش طول عمره ما بيمتلكش أي شيء ولا حتى 8 جلابية نظيفة، امتلك أغلى جنازة في تاريخ الدير. الراجل اللي كانت إيده فاضية على طول شالته كفوف الأساقفة والضباط. يمكن السر كله في كده: عشان تمتلك كل شيء بجد لازم في الأول تتخلى بإرادتك عن كل شيء. وكان ماسك الجرس، يدق الجرس الأولاني بتاع التسبحة ويتمشى في المربع في مبنى الجلالي قدسك عارفه اللي هو اسمه المربع، يتمشى في المربع من الجرس الأولاني لغاية الجرس الثاني، ويدق الجرس الثاني، وكان في المربع ده في النص كده مكان النافورة اللي موجودة حاليا في 3 دكك،
ينام على دكة من ال3 دكك دول ما يكملش ساعة والشمس تضرب في وشه يصحى. هي دي الساعة اللي بينامها حياة ال24 فعلا. حكوا لنا الآباء اللي قبلنا إن هو حبس مرة في الكرنك اللي فيها بنى تيموثاوس حاليا سنة كاملة 12 شهر. فازاي برضه حبس سنة 12 شهر وهو بيقضي وقته ازاي؟ ما حدش يعرف. يعني هو حياته كلها كانت لغز على بعضيها. أبونا أيوب الحياة مات البسيطة واللغز بتاعه لسه عايش، بيصرخ في وش كل واحد فينا إيه اللي فعلا له قيمة وإيه اللي هيفضل باقي. أعظم حاجة في القصص دي مش بس المعجزات اللي فيها، لكن القوة اللي بتديها لنا لينا كلنا لما بنشاركها مع بعض. إحنا هنا في حكاية قديس أكتر من مجرد قناة، إحنا عيلة روحية بنتعزى بحكايات بعض وبنصلي لبعض، والتعليقات اللي تحت دي هي أكبر دليل. عشان كده أنا مش هقولك اشترك، أنا بدعوك تكون جزء من العيلة دي. انزل دلوقتي ودوس اشتراك عشان صوتك وقصتك يبقوا جزء من حكايتنا، وما تنساش الجرس عشان نتجمع كل مرة في حكاية جديدة. بركة صلوات قديسينا تكون معاكم. سلام.